برشلونة تريد 3 انتقالات مجانية. يتصدر ليونيل ميسي قائمة الانتقالات المجانية التي تطمح إليها برشلونة، حيث تتطلع إلى تعزيزها قبل الموسم المقبل تحت قيادة تشافي هرنانديز. على الرغم من فوزهم بالدوري الإسباني هذا العام، إلا أنهم ما زالوا يواجهون صعوبات مالية، لذلك يحتاجون إلى الحفاظ على إنفاقهم، وإذا تمكنوا من تجنب رسوم الانتقال. كتبت صحيفة ديميل: يشكل ليونيل ميسي إنجو مارتينيز وجندوجان الثالوث المقدس للانتقالات المجانية التي يريد برشلونة بناء صيفها حولها أسطورة واحدة واثنان من أفضل اللاعبين الدوليين الذين سيثيرون المشجعين ويحسنون جودة الفريق. وتحقيق ذلك لن يكون سهلا، وسيعتمد إلى حد كبير على مقدار التراخي الذي قطعه عليهم الدوري الإسباني ومدى نجاح محاولاتهم في بيع اللاعب. يتعين على النادي تعويض عجز قدره 174 مليون استرليني، أي 200 مليون يورو، من أجل التحرك بحرية في سوق الانتقالات، بعيداً عن القيود في لا ليغا التي ستلزمهم بخلاف ذلك بإنفاق 40 مليون من كل 100 مليون استرليني يجلبونها، إما عن طريق زيادة الإيرادات أو خفض التكاليف. من المقرر أن تنفق برشلونة مبالغ كبيرة على جيماريش بعد أن ساعد نيوكاسل يونايتد في تأمين كرة القدم في دوري أبطال أوروبا. يعد برونو جيماريش لاعب نيوكاسل هدفاً كبيراً لبرشلونة. ذكرت صحيفة رياضية أن أبطال إسبانيا يأملون في جلب البرازيلي لتعزيز فريقهم، مما قد يساعد نيوكاسل على موازنة كتبهم. يعتقد العمالقة الكتالونيين أن الأسطورة البرازيلية يمكن أن تساعد في دفعهم مرة أخرى إلى المنافسة في دوري أبطال أوروبا، فبيع جيماريش من شأنه أن يساعد نيوكاسل على تعزيز فريقهم ضمن معايير اللعب المالي النظيف، وكانوا يتوقعون فرض رسوم تسجيل للنادي للبيع إذا سمحوا له بالمغادرة. اشترك في القناة لمشاهدة المزيد من الأخبار، وقم بتشغيل الإشعارات، واترك إعجاباً وتعليقاً لمساعدة القناة. شكراً لك على المشاهدة، ونراكم في المرة القادمة.